ديانتنا شو هي؟ شو دينك؟ مرحبا! كيفكن حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقناكم كثير ورجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. جديد على القناة، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. تابعونا على حساباتنا الانستغرام دايما بتلاقوها بشكل الوصف. ولا تنسوا ضغطة الجرس، ضروري مهم مشان نوصل لعندكم بكل فيديو. فقبل ما نبلش بالفيديو اليوم حابين نتشكر كل المتابعين على الدعم. عن جد دعم كتير حلو، تعليقاتكم الإيجابية ولايكاتكم والشير كتير، والله ما قصرتوا، الله يعطيكم ألف عافية. مهتمين نجاوب على كل تعليق موجود بالكومنتات، كله شيء إيجابي الحمد لله رب العالمين. لابد من بعض التعليقات السلبية، بس بالمجمل 95 أو 99% يعني كانت كلها إيجابية، وكله هذا بفضل الله تعالى. نحن بنحبكم كتير وين ما كنتوا، كونوا معنا. بنحبكم كتير. فاليوم الفيديو هو على طلبكم انه نجاوب على اسئلتكم بفيديو. طرحت كتير اسئلة من حضرتكم على اللايف لما كنا عم نفتح، فحبينا نوثق هاي الاسئلة انه على الفيديو، انه في ناس ما بتعرفنا، في ناس بتعرف قديش اعمارنا، في ناس بتعرف كم ولد عنا، وين عايشين، هالاسئلة تفاصيل عن حياتنا. فهاي الاسئلة رح نجاوب عليها اليوم وبهذا الفيديو. خليكم معنا للاخير وتابعونا. رح نبلش. الله يستر. اسماءنا. طبعا الاسئلة هي مستلمتها هبة يعني من الموضوع. طبعا انا حاولت اكتب اغلب الاسئلة على ورقة لحتى ما ننسى شيء، فان شاء الله يعني نكون جاوبنا على اغلب الاسئلة اللي انتوا عم تتساءلوها. هي عدة القهوة، تفضلوا يا شباب. اسماءنا نور، هبة، وعنا ولدين سينيمار وسنتيا. عم تشاركنا من ورا الكاميرا، ما حابة تطلع الكاميرا، وسينيمار هلا كان قاعد معنا. معاني اسماء اولادنا. سينيمار يعني هو القمر الجميل باللغة العربية بعد ما عرب هذا الاسم. قمر المضيء او المضيء او ساهر الليل. هذا بعد ما عرب الاسم. هو الاسم يعني قديم كتير، سوري هو الاسم، مانو اجنبي. سينثيا هو اصل الاسم سينثيا بالثاء، اوله سين ونون وثاء سينثيا. هو اسم يوناني ومعناه آلهة القمر. هاي لما كان بالفلسفة القديمة بيحكوا موضوع الآلهة، تعدد الآلهات، كانت هي آلهة القمر. من وين نحن؟ نحن اثنيناتنا من سوريا، أنا من طرطوس، ولادة حلب، بس أنا عايشة كل عمري بطرطوس. أنا سوري من مواليد السعودية، منطقة الدوادمي، من مدينة حلب، وهلا عايش بالسويد. وين مقيمين؟ نحن مقيمين بالسويد حاليا. نور له تقريبا 7 سنين أو أكثر، أنا لي 5 سنين مقيمة بالسويد. أعمارنا. عمرك؟ أنا 17 47. لا ما صح. أنا مواليد 91، عمري 29 سنة. نور مواليد 82 2/9/82. أنا 27/3. احفظوا هذا التاريخ. يا ذكرتيني. طولنا. أنا بالهوية 172، بس على الواقع يعني 175 74 هيك شيء. أنا 159 160 تقريبا. ما تزودي. ما زودت 160. أسماء أولادنا ومعانيهم. إننا قد صرنا بالسويد، قلنا قد صرنا بالسويد. ديننا، ديانتنا شو هي؟ شو دينك؟ الإسلام أكيد. الإسلام. نحن مسلمين. كلنا مسلمين لرب العالمين، كان إسلام ولا مسيحية ولا شو كان. أهلكم معكم؟ لا، أنا أهلي بسوريا، نص بسوريا ونص بتركيا. حاليا لحد الآن مقيمين هونيك، وأنا بروح زيارات بس. ما عنا هون قرايبين. في إلنا قرايبين يعني مو أهالينا، مو أهلي أو أهل نور، لا أهل نور في نصهم هون أخواته. أخواتي هون مقيمين، وفي أولاد عمي وعمي وكذا، فمجتمعين هون يعني. طبعا أنا ونور بنقرب بعض، وقرايبنا وحدة يعني، قرايبين وقرايبيني بنفس الوقت. يعني بس قربة بعيدة يعني، بس من نفس الكنية. نفس الكنية. نور بيكون هو ابن خالة للماما،
وجده وجدي ولاد جده عم. وجدي ولاد عم اللزن. حياتنا بالسويد إجمالا بالسويد يعني بلد حلوة بس مانا باردة. ممتعة، يعني باردة، وإذا ما عندك شي تعمله بحياتك فهي حياة مملة بصراحة. إذا عندك شي تعمله فبتعبي وقتك كثير منيح ودوبك وقتك يكفيك. يعني إذا بتعمل رياضة، في عندك دراسة، في عندك شغل، يعني بتعمل روتين لحياتك إنه أنت يومك مليان، فلا الحياة حلوة. بس أما إذا قاعد وما في شي تعمله فهي الحياة قاتلة جدا. طموحنا طموحكم ننجح باليوتيوب. ننجح باليوتيوب طبعا، واكيد في غير طموحات في شخصية طموحات يعني. ثانية، بس انه طموحنا هلا نكبر وبدعمكم ومحبتكم. دراستنا بالسويد مبدئيا أنا عم ندرس اللغة، يعني نحن طبعا هون اول ما بندخل البلد لازم في تقريبا 3 كورسات 3 كورسات لازم ندرسهم هو للغة السويدية. يعني مثل تعليم الأساسيات باللغة السويدية. تمام، فعم ندرسهم نحن. نور تقريبا خلص، انا لسه ضل لي كورس واحد. هي لازم أخلصه بكير، بس لأنه أنا عم بشتغل وبدرس، فاللي عم بصير علي يعني أنا وقت فراغي بروح المدرسة. تمام، دراستنا وعنا شغل غير اليوتيوب. طبعا عنا شغل انا ما بشتغل، بس نور بيشتغل غير، يعني انا بس دراسة سويدي وبالبيت ويوتيوب. أنا عندي شغل، يعني بوزع الجريدة اليومية على البيوت. راح تسكنوا ببلد عربي؟ إن شاء الله بنتمنى هذا الشيء، يعني ببلد عربي. بس اكيد مو هلا، يعني للايام الجاية ان شاء الله. طبعا مو هلا. وين بتشوفوا حالكم بعد سنة؟ يعني أنا بشوف حالنا إن شاء الله ناجحين باليوتيوب لمستوى يعني إنه كتير منيح باليوتيوب إن شاء الله، بجهدنا وجهدكم أنتم ودعمكم لنا. إن شاء الله بنوصل لمحل كتير كويس ان شاء الله. سؤال تاني، ليش فتحتوا اليوتيوب؟ فتحنا اليوتيوب هو بداية إنه كانت هبة كتير توثق صور للأولاد وفيديوهات، وكانت يعني هيك كل مرة نلمها من محل، يعني فصرنا شوي شوي نضيفهم على مثل حملنا لهم قناة ونضيفهم عليها ونخليهم انه دائما نشوفهم هن عم بيكبروا يعني ويشوفوا حالهم. فانبسطنا بهالفكرة وكملنا بانه يكون نعلنه للعلن. يعني طالما نحن عايشين بغربة، في اهلنا واهل هبة حابين يتابعوا الاطفال ويتابعونا، فتوسعت الفكرة وصار انه للكل. هو توثيق لحياتنا ونسترجع ذكرياتنا حتى بالايام نكبر نحن ولا هن يكبروا. هذا شيء عن جد كتير حلو، مع العلم انه كتير بصير فيه جهد كبير وتعب كبير. ما توقعت انا بصراحة هيك يعني. ايه ولكن حلو يعني رغم هالتعب وهيك. طبعا اكيد ما في شيء بيجي شيء بالسهل، فانه شيء حلو وفيه تعب بنفس الوقت. شو لونك المفضل؟ لونكم المفضل واكلتكم المفضلة؟ انا لوني المفضل الاسود. لا بابا انت لونك بني. لا مو أسود. لونه مو لونه مو لون، انا لوني بني. قولوا له لسينيمار انا لوني بني، يعني هو قصده حمطي يعني. سينيمار انه بس اسالك شو لونك، يعني لون البشرة. شايفينه هون بني. بني يعني اسمر يعني. هون حمطي. بني اسمر. اسمر. وانت شو لونك؟ انا لوني ذهب مع ابيض. ذهبي مع ابيض. ذهبي مع ابيض. طبعا انا لوني هو البني والذهبي ومشتقاته، يعني كتير بعشق هذا اللون. هلا شو السؤال؟ هو شو لونك المفضل وشو؟ الاكلتك المفضلة؟ اكلتي المفضلة المحاشي واليبرق مثلا، اللي هي الدولمة وهيك شغلات بالعراقي. انا اكلتي المفضلة هي السفرجلية. انا كتير عندي اكلات مفضلة، يعني مو بس اكلة واحدة. السفرجلية، السماعية، طبعا هدول اكلات حلبية. فريكة، المنسف السوري، اليبرق او الورق عنب، وطبعا المحاشي والكباب. كل هدول انا عندي مفضلين. طبعا بضيف عليهم انه كمان القشة. هلا اكلة مو اكلة. انا ما عندي وحدة مفضلة، كل هدول مفضلين عندي. طيب نحن عم جبرنا على اكلة. أكلة هي المفضلة وحدة هي السفرجلية وكبة مشوية.
هدول التنتين، لأنه التنتين مع بعض فبعتبرهم أكلة واحدة. طيب الشيء اللي بينهي العلاقة بين الأزواج. بينهي العلاقة؟ ما تفاهموا بنفصلوا خلص. أكيد لا ما بس هيك ما تفاهموا، في مسببات، ممكن مثلا خيانة. تحكي موضوع تاني. يعني الخيانة، الكذب. خيانة، الكذب، هدول أبشع سببين بصراحة. الله يبعدنا عنا. فلهون نحن تقريبا مو خلصت الأسئلة، جاوبنا، هي في أسئلة مكررة كتير فنحن استخلصنا منها من هالكم سؤال وجاوبنا عليهم، وأكيد نحن رح نعمل كل فترة ونجاوب على أسئلتكم. وهيك وصلنا معكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم وما تنصروا عن الأصوات اللي صارت بأول الفيديو. حبايب قلبي وين ما كنتوا كونوا معنا، بنحبكم كتير. طبعا وقبل ما ننهي الفيديو لازم ناخد 4-5 أسماء من التعليقات. معنا نور تيوب من الأردن، أما ياسمين سوريا، زهراء زبيب من لبنان، فاتن من ألمانيا. إذا حابين يطلع اسمكم بالمرة الجاي أو بالفيديو الجاي اكتبوا اسمكم من أي بلد عم تتابعونا لحتى نذكر اسمك إن شاء الله بالمرة اللي جاي. وين ما كنتوا كونوا معنا، بنحبكم كتير، ولا تنسوا محبتكم وتفاعلكم لأن باللايك والشير والاشتراك، وارفعوا لنا الفيديوهات بتعليقاتكم. فهلا صار فينا نقلكم تصبحوا على